وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. النهارده هنعمل كحك العيد ويا رب تعجبكم الطريقه دي، خفيفه وبسيطه ومقادير قليله جدا ونقدر نعملها في كل بيت. وطبعا اللي يحب يزود يقدر يزود النسب زي ما هو عايز. طلعت زي ما احنا شايفين كده، اللي حطينا عليها السكر البودره طبعا بعد ما بنخلص خالص وبيبرد. بس انا حبيت اوريها لكم انها طالعه جميله وحجم الكحكه حلوه صغيره كده. انا حشيتها بعين الجمل ونفتحها مع بعض كده، طرية وخفيفة وناعمة قوي، يعني هتعجبكم جدا. وإن شاء الله الطريقة دي تنول إعجابكم وتبقى سهلة عليكم. تعالوا مع بعض نشوف المقادير هنعملها إزاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. عندنا 4 كوبايات دقيق منخولين ورشة ملح عليهم، وكوب سمنة، ودي كوباية مية مش هنحطها كلها، هنستخدم منها زي ما هنشوف مع بعض. ودول معلقتين سمسم، ودي ريحة الكحك معلقة، وعندنا عين جمل للحشو، هنعمل سادة ونعمل الحشو، ومعلقة خميرة أو هنبدأ نحطهم. ناخد الدقيق الأول نحطه في العجين زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل نسب قليلة، اللي حابب يزود بس يبقى عامل حسابه النسب متناسبة مع بعضها. يعني وادي معلقتين السمسم بخلطهم مع بعض، وبعد كده بكون عندي كوباية سمنة حطها على النار تغلي، واحطها مغلية زي ما حضراتكم شايفين كده، او بسمع صوت كمان السمسم بيتحمص مع الدقيق. مهمة جدا انها تكون مغلية. وهبدأ الخفق. لو انا ما عنديش عجين طبعا بشتغل كل ده بالمعلقة الخشب علشان ما اعملش بايدي لانها طبعا سخنة جدا. بديها سرعة عالية الاول وبعد كده ههدي السرعة واحط بقية المقادير زي ما احنا شايفين ابتدت تمسك مع بعضها. هحط الاول ريحة الكحك، دي ريحتها جميلة جدا بتجاب من العطار، بسيب طبعا العجان يشتغل شوية ويهدي السخونة بتاعة السمنة، وبعدين ابدأ احط الخميرة هتبقى دافية دلوقتي، وهحط شويه ميه صغيرين. الميه مش لازم احط الكوبايه الكبيره دي كلها، ممكن هحط يعني بنسبه 3 معالق 4 معالق منها كده، وانا على مدار فتره العجن زي ما احنا شايفين بتبدا العجينه تتماسك مع بعضها. هتاخد مني تقريبا نص كوبايه الميه دي كفايه قوي، لان الميه اللي بتنشف العجين برضو، يعني اللي ما تخلوهاش الميه تبقى كتيره. احنا بس بنحطها نسب بسيطه كده علشان تسهل عمليه العجن، لكن ما نحطش كتير علشان ما تنشفش، ما تخليش الكحك ناشف. اعتقد كده العجينه تماسكت مع بعضها. نطلعها بقى زي ما احنا شايفين كده، مسكت كلها وجمعت كل المقادير مع بعضها بحيث ان يبقى سهلة التشكيل. هاخد كمية كده ابص عليها زي ما احنا شايفين اهي اتشكلت بسهولة وماسكة كل المقادير مع بعضها من الجناب. نبدأ بقى في التشكيل، واسهل على نفسي بقى اعمل الوش بالشوكة بس كده، هتلاقيها اتشكلت نفس بدل من ايش متاخدش وقت. بس بقى طبعا بحطها في صينية، انا مش محتاجة ان انا ادهن الصينية لان السمنة في كل حتة صراحة، فمش محتاجة ان انا ادهن الصينية. كمل الم بقى العجينة مع بعضها. هنعمل كده واحدتين مع بعض، واحدة سادة زي ما احنا شايفين كده. هعمل بقى واحدة للمحشية بالعين الجمل. يخمر براحته نص ساعة أبسط حاجة، وهكون مشغلة الفرن على حرارة 180، بيدخل ربع ساعة تقريبا. أبص عليه كده باستمرار لما القعدة بتاعته تحمر. أنا مش هحتاج إن أنا أحمصه زي القراقيش، يعني أنا هحتاج إن هو يا دوبك يستوي لأن السمنة أصلا سوته، السمنة المغلية ساعدت إن هو يستوي هو والسمسم. فزي ما احنا شايفين كده. ويا رب تبقى طريقة خفيفة عليكم مفيدة، وتمنياتي ليكم بحياة سعيدة وكل عام وانتم بخير.